اللي ما بيقبل الخسارة لا يقبل الربح. بالنسبة لي الحياة أصغر من قدراتي، من هيك بالنسبة لي. فبالنسبة لي والحياة أقصر من قدراتي، والحياة أقل من عمري، والحياة أقصر من وقتي. فما عنديش وقت للتفكير، بروح باخذ المغمر وشو ما كان الثمن سأكون مستمتع فيه، حتى لو كان شو ما كان، حتى لو كان سيء. هذا قراري، هذا خياري، أنا قررت أن أكون هذا الشيء. بس كمان أنا بعرف قدراتي، أنا بعرف أني أروح عندي قدرة على الأقل، على الأقل بالحد الأدنى عندي قدرة على التعلم جيدة جدا، عندي قدرة على التكيف جيد جدا، عندي قدرة على أن أسخر تعلمي وتكيفي في عملي وأحوله لواقع. في ناس ما بتتحملش، إنه في بعض الناس قدراتهم النفسية قد تكون ليست بحجم ما يصيبهم بهذه الحياة. شفت كثير من الأشخاص يعني بيوصلوا لمرحلة من الاختلال النفسي، وهذول بالنسبة لي هم أكثر ناس صادقين وحساسين. في ناس ما بيقدر تتحمل، في ناس توقف هناك وبضل واقفة هناك في الزاوية، بيعيش معك وبياكل وبيشرب وبيمشي بس هو بعده هناك بهذيك الزاوية، ما قدر يطلع من المكان اللي وضعته الحياة فيه، ما يقدر يكون عنده تكيف وقدرة على الخروج أو على تغيير المسار اللي هو فيه. في ناس ما عندها قدرات نفسية. هيك أنا بقول يا جماعة، جزء من حضارتنا الإنسانية وجودتنا هي الاعتناء بأنفسنا وفلسفتنا في الحياة. لما أنت بتعتني بفلسفتك وإنسانيتك أنت قادر ترجع يكون عندك قوة نفسية وفكرية. لا تهملوا شأن العقل والفكر، لا تهملوا شأن الفلسفة التي قد توصلك. كل شيء قد يكون لأجل نفسه إلا الفلسفة لأجل الحياة. وهذا مذهب كبير قامت عليه صراعات بين المذهب البروتستانتي والكاثوليكي، بين السنة والشيعة، بين ما بعرف مين ومين بالتاريخ. هذا الفكر بس لحاله، الجملة اللي قلتها أنا انقتل عليها مئات الفلاسفة والشعراء وانقتل عليها مئات العلماء في تاريخنا الإنساني. الفلسفة لأجل الحياة. كمان أنت بدك يكون عندك فلسفتك حبيبي، لأنه هاي الفلسفة هي القناعات الفكرية اللي بتحصنك من الأوهام واللي بتقوي شخصك في حياتك، أن تكون أنت قادر أنه أنت تمارس الحياة وتغير اتجاهاتك فيها وتكتسب حياة جديدة وتتحول من حياة إلى حياة بطريقة قوية، لأنه بيكون عندك فكرة عقلية. أنا هذا أكثر شيء بيخوفني في الحياة، الأشخاص اللي ما عندهم مش أسلحة فكرية وفلسفية كافية لمواجهة هذه الحياة. وأغلبنا يا حبيباتي تربينا ببيئات فقيرة أدبيا وفلسفيا، أغلبنا. أتحدى ولد حافظ القرآن وحافظ قصيدة من 100 بيت أن يصيبوا أي ما صابوا من هذا الموضوع. تعرفوا ليش؟ إدراكه للحياة غير، تعبيره للحياة غير، وفهمه للحياة غير. أتحدى هذا عنده اللغة، هذا عنده قدرة تعبيرية، إذا توجع بيقدر يحكي للحياة شو صابه، ويقدر يحكي لكم شو اللي عم بصير، وإذا سمع بيسمع بعمق أكبر من معجم الشخص اللي بيحكي له. لهيك الثقافة واللغة والفلسفة هي سلاح فكري مهم يجب أن تسلحوا أبنائكم فيه، وتسلحوا أنفسكم قبل أبنائكم فيه. لا تقول لي عمرك 40 و50، ترى يوم منك بدك تعمل أشياء معينة بتلاقيك ما شاء الله بترجع شاب صغير، يعني ما شاء الله عليك ترجع 50 بدك تتجوز، بدك ما بعرف شو تعمل، بدك تسوي مغامرات بالهيمالايا وبالاسكندنافية وبدول. حط جدول لنفسك واقعد، أعد ذاكرتك لعقلك، وأعد قدرتك في التركيز، وأعد قدرتك في الإبداع، وأعد قدراتك وذكاءاتك الأخرى لدماغك. لو كان عمرك 80 سنة هذا العقل مثل ما بتخلق أول يوم إلى آخر يوم أنت في هذه الأرض هو بنفس القدرات تبعه إذا أنت اعتنيت فيها. مثل الشخص بيهتم بجسمه وبتلاقيه عمره 50-60 سنة وبيجي شاب عمره 30 سنة 40 سنة أنه بياخذ أخذ صحي كويس وبيعمل الفيتنج الصحيح والرياضة الصحيحة. نفس الشيء هذا العقل. أعد تركيزك وقدراتك لدماغك ومارس هاي الحياة، ما بدي أقول لك بشغفها، بواقعيتها وبقدراتها وبإمكانياتها اللي أنت بتخليك تستمر أن تكون شخص متكيف متجدد وقادر على تغيير اتجاهاتك الفكرية والحياتية العملية والفعلية اللي أنت بتعيشها بطريقة يومية.